السلام عليكم يا لالاتي ومولاتي. اليوم جيت وجبت لكم الجديد، قصص اللي غدي تخليك تقولي سبحان الله على ذكاء العيالات. اليوم غادي نشوفوا 7 ديال النساء اللي تعرضوا للغدر بطرق بشعة، ولكن الرد ديالهم كان كيبرد القلب. قصص حقيقية صيفطوها ليا، واليوم غادي نكشفوا الأسرار ديالها. شدي كاس ديال أتاي، ركزي معايا وتعلمي كيفاش الكرامة كترجع بالسكوت والتخطيط. القصة واحد سناء كانت زوجانية كتحط كل درهم كتصورو في الحساب اللي دايرو عزيز باسمه. عزيز كان بزنس كبير وكيدخل الفلوس بلا وراق. واحد النهار لقاتو كيهضر في التليفون مع كوثر، بنت في العشرينات، كيقول ليها غير صبري، هاد السيمانة غادي نسحب كاع الفلوس اللي خازن باسم سناء، وغادي نقطع ليكي تسكيرة لتركيا ونبداو تما حياة جديدة ونخلي ليها غير الكريديات. سناء بقات كترعد، ولكن مسحات دموعها. مشات عنده وقالت ليه باللي بغات تفتح مؤسسة تعليمية أو دار خيرية باسم ولادهم للصدقة الجارية، وقنعاته باللي هاد الشي غادي يحميه من تبييض الأموال. عزيز حيت كان طماع وكيسحب ليه سناء درويشة، وقع ليها وكالات عامة على الحسابات. سناء سحبات الفلوس وحطاتهم في حساب مغلق لا يمكن التصرف فيه إلا بموافقة قاضي القصيرين. نهار عزيز مشى للبنك يسحب الفلوس باش يهرب مع كوثر، لقى راسو كيمتالك 0 درهم. سناء خلات ليه رسالة فوق الطبلة: الفلوس مشاو لماليهم الحقيقيين، وانت سير عند كوثر تخلص عليك القهوة. القصة الثانية، منير كان مهووس بالشعوذة، وفاطمة لقاتو داير ليها التصويرة في وسط شرويطة باش تسكت وما تبقاش تحاسبو فين كيمشي. فاطمة مشات عند نفس الفقيه اللي كيمشي عنده منير وعطاتو الضعف ديال الفلوس. الفقيه قال لمنير: شوف، السحر ديالك غادي يرتد عليك إلا ما بينتيش لمراتك باللي كتحبها بزاف وكتكتب ليها الحوانت كعربون محبة، هادشي غادي يفك عليك النحس. منير مسكين بالخوف من الجن جاب النوتير للدار وهو فرحان وكتب كاع أملاكو لفاطمة. غير كملات الأوراق فاطمة بدلات السوارت وجرات عليه. منير مشى عند الفقيه كيبكي، لقى المحل مسدود والفقيه غبر، وفاطمة صيفطات ليه ميساج: السحر الحقيقي هو ذكاء المرأة، سير داوي راسك دابا. القصة 3، حنان خلات إلهام تسكن معاها حيت كانت كتقول باللي راجلها جرى عليها. إلهام بدات كتلبس حوايج حنان وكتعطر بريحتها وكتميل على كريم نهار ومطال. حنان لقاتهم في الكوزينة كيضحكوا بطريقة مشبوهة. حنان دارت بحث صغير، لقات باللي إلهام مصابة كبيرة ومطلوبة في شيكات بدون رصيد. بدل ما تواجههم دارت عراضة كبيرة وعرضات على بوليس بالزي المدني وعلى الناس اللي كتسال إلهام الفلوس. وسط العشاء إلهام كانت كتحاول تبان لالا ومولاتي قدام كريم، حتى دخلوا عليها وبداو كيجبدوا الماضي ديالها. كريم لقى راسو طامع في وحدة مصابة، وحنان قالت ليه قدام كل شيء: الدار اللي دخلتي ليها النصابة ما بقاش فيها بلاصة لبنت الأصل، حوايجك عند الباب. القصة 4، سمير كان كينعس وتليفونه تحت الوسادة. ليلى دارت ليه المنوم في العصير وخدات بصمته. لقات العجب فيديوهات ومحادثات مع عشيقة مسميها في التليفون ميكانيكي. ليلى بدلات النمرة ديال ميكانيكي بنمرة الشيخ اللي كيمشي عنده سمير أو نمرة المدير ديالو في الخدمة، وبدات كتصيفط مساجات رومانسية بزاف وقليلة الحياء من تليفون سمير لهاد الناس. سمير فاق الصباح لقى راسو مطرود من الخدمة وممنوع يدخل الجامع، والكل كيشوف فيه باللي شاد أو مريض. ليلى خرجات ببرودة وقالت ليه: ملي تبغي تخون تعلم تمسح جرتك مزيان يا الميكانيكي. القصة 5، مريم كانت كتاخد قروض باسمها باش نوفل يشري طوموبيلات ويسافر. اكتشفت باللي السفريات كيكونوا مع سكرتيرة الشركة. مريم سكتات ومشات خدات قرض آخر كبير بزاف وشرات به ذهب وخباته. مريم خلات الديون تتراكم حتى وصلت لقضاء الاستحقاق. في القانون خلات نوفل يوقع باللي هو كفيل باش يخرجوا طوموبيل جديدة. مريم دارت إفلاس شخصي وهاجرت لكندا عند اختها. البنك لقى نوفل هو اللي خاصو يخلص ملايين السنتيمات. نوفل لقى راسو كيعيش في الفقر، ومريم دابا كتصور فيديوهات من كندا وهي لابسة الذهب اللي شراته بفلوس القرض. القصة 6، رضوان مهندس كان كيبني فيلا فخمة ودار فيها بيت سري تحت الأرض أو ملحق كان كيخطط يسكن فيه العشيقة بلا ما تعرف خديجة. خديجة كانت كتمشي للموقع بالليل مع بناي ثقة وبدلات القوادس. خديجة خلات قاع قوادس الدار الكبيرة
تصب في داك الملحق السري. نهار السكنة رضوان جاب عشيقته باش يوريها المفاجأة. غير طلقوا الماء في الفيلا، الملحق السري غرق بالماء والروائح الكريهة. العشيقة هربت وهي كتغوت، وخديجة قالت ليه الخيانة ريحتها خايبة وبحال هاد البلاصة اللي كتليق بيك. القصة 7. توفيق كان كيهدد زهرة يدي ليها الولاد ويقول باللي هي حمقى. زهرة شرات ساعة حائط فيها كاميرا مخفية وحطاتها في الصالون. زهرة بدات كتستفزو ببرودة، وتوفيق بدا كيغوت ويسب ويضرب راسو في الحيط ويهددها بالقتل باش يبين باللي هي اللي دفعاته. كل شي تسجل بصوت وصورة واضحة. نهار المحكمة توفيق جاب شهود زور باللي هي مريضة. زهرة جبدات فلاشة وعرضات الفيديو قدام القاضي. توفيق لقى راسو متابع بالتهديد بالقتل وشهادة الزور، وزهرة خدات الحضانة والنفقة والدار وخلاتو كيهدر مع الحيوط في الحبس. يا لالاتي، كانت هادو 7 ديال الطرق اللي بينات باللي المرأة ملي كيتغدر بها عقلها كيولي أخطر سلاح. النصيحة ديالي ليكم، اللي غدرك ردي عليه بالنجاح وبالقانون ماشي بالعياط. قولوا لي في الكومنتار أما قصة جاتكم هي دقا بطن، وأما قصة بغيتوني نعمق فيها في الفيديو الجاي. ما تنساوش لايك وبارتاجيو مع صحاباتكم. خليتكم في أمان الله.